عارف الاستريمر اللي العالم كله بيشتمه ده؟ اورينجو، ملك المشاكل والترندات المستفزه. الناس فاكراه حساله بس الحقيقه يا صديقي سوشي شاب ضحى بكرامته وبيخلي الناس تكرهه عن قصد، وده كله في سبيل جمع الاموال. بس يا صديقي هدفه نبيل، هدفه انه يعالج اخته، مستعد يشيل شتيمه بالملايين مقابل انها تخف. بس فجأة اللعبة قلبت بجد وبدأت تحصل حاجات غريبة ومريبة هتغير كل حاجة. بس السؤال اللي بيلمس واقعنا كلنا يا صديقي، سؤال ممكن يخلي جسمك يقشعر لو فكرت فيه لثواني. يا ترى عندك حسابات على السوشيال ميديا؟ اكيد طبعا، ومن فينا ما عندوش. فكرت ايه اللي هيحصل لحسابك ده لما تموت؟ في اللحظة دي بنشوف موبايل بيقع في ظلام ملوش آخر، وصوت غامض بيعرفنا ان العالم دلوقتي بقى مليان بحاجات اسمها الحسابات الميتة، حسابات لأشخاص فارقوا الحياة لكن بروفايلاتهم لسه موجودة. انت ممكن تفكر انها مجرد حسابات مهجورة مفيش حد بيحدثها، لكن الحقيقة المرعبة ان في احتمالات تانية أسوأ بكتير، حاجات تتجاوز الخيال وممكن تدمر حياة الأحياء حرفيا. بنروح بعد كده لبطلنا سوجي وهو قاعد في اوضته المكركبة وسط كومة الزبالة وبياكل بودنج بتمتع غريب يا صديقي، وكأنه مش وراه اي حاجة. سوجي مش مجرد شاب عادي، ده يوتيوبر، يعني يوتيوبر في عالمهم يا صديقي، ومشهور برقب اورينجو، ومحتواه قايم على الحلب وإثارة الجدل. بنشوف فيديو ليه وهو بيضرب واحد من صناع محتوى الفنون القتالية بغدر، والتعليقات تحت الفيديو عبارة عن بركان من الغضب. الناس بتشتمه وبتقول عليه حثالة المجتمع، لكن سوجي بيبص للتعليقات دي بابتسامة نصر مستفزة، وده لأن القاعدة بسيطة: كل ما الناس كرهتك واتعصبت كل ما المشاهدات زادت والفلوس جريت يا باشا. وبالفعل يا صديقي بنشوف رصيده في البنك وهو بيتعدى 3 مليون ين، وده اللي هو عاوزه، انه يحول الغضب لثروة. لكن يا صديقي سوجي وراه سر كبير. بنروح معاه للمستشفى وهناك بنشوف الوجه الحقيقي ليه، وجه الأخ الصغير، الأخ اللي بيحب أخوه الصغير أكاري، وجه الأخ الحنين اللي بيحب أخته الصغيرة أكاري لدرجة كبيرة جدا. سوجي أول ما بيدخل عليها بيتحول لشخص تاني خالص، بيفضل يزعق فيها بخوف، ده عشان هي قاعدة مش نايمة وبيركز معاها في أدق التفاصيل. أكاري بتبلغه إنها النهاردة حس إنها أحسن بكتير، بتحاول تطمنه، وبنكتشف إن سوجي بيخبي عليها حقيقة شغله القذر، بيفهمها انه لقى شغل بدوام جزئي مرتبه عالي جدا، هو ده اللي بيخليها قادرة انها تتعالج. اكاري بتبدأ تلومه بدلالة الاخوات انه بياكل سكريات كتير، وبتقوله انه لازم يهتم بصحته وبالاكل المتوازن لانها مش موجودة في البيت عشان تاخد بالها منه. سوجي بيفضل يضحك وبيحاول يتهرب من اسئلتها وهو جواه وجع ما يتوصفش. سوجي بيطمن اخته وبيوعدها انها كمان شهر هتسافر امريكا عشان تعمل عمليتها الجراحية على ايه جراح اسطوري، وبيرفع معنوياتها وبيقول لها انها ترجع احسن من الاول. لكن لما سوجي بيخرج من المستشفى بنشوف فلاش باك سريع بيورينا هو ليه بيعمل كل ده. سوجي يا صديقي كبر في ملجأ ايتام، كان دايما بيسمع نصيحة العجوز: عيش حياتك من غير ما تسبب تعب لغيرك. لكن سوجي لقى نفسه في واقع قاسي، واقع مر، لا عنده موهبة ولا ذكاء، كل اللي عنده هو جسم قوي بيعرف يضرب بيه. فقرر انه يرمي كلام الناس ورا ظهره ويسبب تعب للعالم كله. لو ده كان الثمن عشان اخته تعيش ما عندوش اي مشكلة، هو عارف ان العالم كله بيكرهه، بس ده مش مهم، مش مهم طالما أكاري بخير. بعد كده الحكايه بتنقلنا لشهر قدام، الناس في الشارع بتبدا تتساءل هو اورينجو اختفى فين، فيديوهاته ما بقتش تنزل وحسابه بقى خاص. بنسمع اشاعه مرعبه عن مكان اسمه اكاديميه ميدن، بيقولوا انها مدرسه بتلم العيال المدمنه على الموبايلات عشان يعالجوهم، بس الاشاعات بتقول اللي بيدخل هناك ما بيخرجش، وان المعامله هناك قاسيه جدا لدرجه التعذيب. في الوقت ده بنروح لسوشي في اوضته، هو قاعد بياكل بودنج كالعاده، وبنشوف بيبعت رسائل لاخته اكاري كالعاده برضه، اللي المفروض يا صديقي بايت في امريكا. الرسائل بينهم بتبان عاديه، هي بتأنبه لانه لسه بياكل سكريات وهو بيفضل يهزر معاها كالعاده. بنشوف على عينيه نظرة ارتياح وكأنه مالك العالم كله. وبالليل لما بيكون سوجي نايم بيسمع صوت غريب، وفجأة وبدون أي سابق إنذار الباب بيتفتح بقوة، بيدخل شخص غامض لابس لبس غريب شايل في إيده شاكوش ضخم جدا. سوجي بيقوم مفزوع، الشخص ده من غير أي كلام ولا تفاهم بيهجم عليه. سوجي اللي بفضل مهارته في القتال بيقدر يتفادى الضربة الأولى اللي دمرت الأرض تماما، بيكتشف إن الشخص ده مش جاي يسرقه، ده جاي يقتله حرفيا. سوجي بيحاول يفهم منه هو مين وهو عاوز إيه، فالشخص ده بيعرفه بنفسه. هو في كل برود بيقول
بيقول له انه كوكورو كاسوبوتا. هو ده يشتم سوجي وبيقول له انه حسالة قرفان حتى وهو بيكلمه. سوجي بذكائه بيلاحظ ان كوكورو مش مهتم بجسم سوجي، ده عينيه طول الوقت على الموبايل اللي في ايده، وكأنه هو ده الهدف الحقيقي من الهجوم. المطاردة بتتنقل للشارع لحد ما بيوصلوا لحديقة عامة، وهناك كوكورو بيواجه سوجي بحقيقته المرة. سوجي بكل ذكاء يا صديقي بيقول له لو انت زعلان عشان الناس اللي بضربهم فسيب التليفون ومش هضرب حد تاني عشان اكلم اختي المسافرة. هنا كوكورو بيفقد اعصابه، بيصرخ في شوزه بكلمات نزلت عليه زي الصاعقة، بيقول له انت مدرك انت بتقول ايه؟ اختك اكاري ماتت من شهر فات. في اللحظة دي يا صديقي بنشوف ملامح سوجي هي بتنهار تماما، وبنروح فلاش باك مرعب. بنشوف اكاري وهي في العمليات والاطباء بيحاولوا ينقذوها لكن قلبها بيقف. بنسمع صوت الطبيب وهو بيعلن وقت الوفاة. سوجي كان هناك شاف كل حاجة بعينيه، حتى الجنازة هرب منها وما قدرش يواجه الحقيقة. سوجي بيرجع لأوضته وهو منكسر منهار، بيمسك الموبايل وبيبدأ يبعت رسائل لأكاري وهو عارف انها ميتة. بيفضل يقول لها رد عليا انا مش هقبل بكده. وبنكتشف يا صديقي انه بقاله شهر بيبعت رسائل لحساب أكاري الميتة، وفجأة الحساب رد عليه بدأ يكلمه كأن أكاري لسه عايشة. الواد دخل في حالة إنكار تامة، بيقول لكوروكو انها عايشة، بتبعت له رسائل وبتحكي له ذكريات مستحيل حد يعرفها غيرهم. كوروكو بيفهمه ان اللي بيكلمه ده مش أكاري، ده حساب ميت اتحول لكيان مرعب ومؤذي، ولازم الموبايل ده يتحطم فورا قبل ما الكيان ده يسحب سوجي لعالم الاموات. لكن الصدمه بتحصل لما الموبايل بيطلع منه جليتشات وصوت اكاري بيبدا يطلع من السماعات. سوجي بيسمع صوت اخته وهي بتقول له انا شايفاك يا اخويا انت حمتني. وفجاه بيظهر كيان شبه الشبح طالع من الشاشه، كان واخد شكل اكاري بس بملامح مشوشه ومرعبه. كوروكو بيحاول يهجم بالشاكوش بتاعه عشان يدمر الموبايل، لكن المعجزه ان الموبايل ما بيتخدش حتى، وكأن في قوه خفيه، قوه مخفية حمياء. سوجي بيقف مذهول وهو بيشوف أخته أو اللي فاضل منها قدام عينيه، وبتبدأ تتضح ملامحها الحقيقية قدام سوجي، وإن ده مش بس قتال، ده قتال بين عالم الأحياء وعالم الحسابات الميتة. اللي بطلنا سوجي بقى جزء منه غصب عنه. هو طبعا يا صديقي مش محتاج أنوه إن ده كله خيال خيال خيال. في اللحظة اللي سوجي شاف فيها أكاري طالعة من شاشة الموبايل مش مجرد رسائل وكلام، ده قدامه بشحمه ولحمها. بنشوف أكاري وهي بتبتسم بوجع، بتقول له إنها أخيرا قدرت تشوفه تاني، بتشكره من كل قلبها إنه رعاها واهتم بيها لحد اللحظة دي. سوجي في اللحظة دي كان حاسس إن روحه ردت فيه، كان عاوز يلمسها، يضمها، يحضنها، يتأكد إنها حقيقية مش كده. لكن فجأة صوت أكاري بيبدأ يتقطع ويتحول لترددات غريبة ومرعبة، جسمه بدأ يهتز كأن في جليتشات. سوجي بيترعب وبيفضل ينادي عليها بخوف، لكن كوروكو بيتدخل بسرعة، بيبلغه بلهجة حاسمة انه لازم يرجع فورا ويفهمه ان الكيان اللي قدامه ده ما بقاش اخته اكاري اللي يعرفها. سوجي بيسأله بذهول لو ما كانتش اختي تبقى ايه؟ كوروكو بيوضح له الحقيقة المرة، بيفهمه ان كل اللي بيكلمهم دول مجرد اشباح، وبيبدأ يشرح له فلسفة ظهور الاشباح اللي في العصر ده. بيقولوا ان الاشباح دايما بتظهر في الاماكن الميتة او اللي فيها روابط قوية. زمان كانت الحمامات والابار وغرف الموسيقى والمستشفيات او حتى المرايا، لكن في زماننا ده الروابط القوية دي بقت موجودة جوه الموبايلات والحسابات الشخصية. ولما حساب سوشيال ميديا لشخص ميت بيتحول لكيان شبحي بنسميه جوست اكاونت او حساب شبح. سوجي بيفضل يردد الكلمة بانكار، بيقول له ان الكلام ده مش منطقي ولا علم. فكوروكو بيرد عليه بسخرية، انت بتكلم اختك الميتة وجاي تكلمنا عن العلم؟ كوروكو بيبلغه انه بيحاول يكسر الموبايل قبل ما الكيان يتجسد، لكن تدخل سوجي هو اللي بوظ الدنيا، هو اللي خلاه يظهر بالقوة دي. بنشوف سوجي وهو بيبدأ يستوعب ان اكاري فعلا ماتت، وان اللي قدامه ده هو بقايا روحها المحبوسة في العالم الرقمي. كوروكو بيفهمه ان الهجمة الجسدية العادية والشاكوش اللي مش هيقدروا يعملوا اي حاجة مع جوست اكاونت في حالته المتطورة دي، ولازم يلجأ لوسيلة واحدة. سوشي بيستغرب لما بيشوف كوروكو بيطلع موبايله في وسط الملحمة دي، بيسأله باستنكار اذا كان ده وقت مناسب عشان يقعد على التليفون. فكوروكو بيرد عليه بمنتهى الثقة ان ده هو الوقت المناسب بالظبط. بيفهمه انهم بيتعاملوا مع شبح رقمي، فبالتالي الحاجات التقليدية مش هتنفع معاه، وان الشخص اللي عاوز يطرد الكائنات دي لازم يراق من قوته الروحية هو كمان عشان يقدر يواجههم في ملعبهم. وفجأة بنشوف مشهد اسطوري، كوروكو بيسحب شاكوش ضخم جدا من جوه شاشة موبايله الصغيرة. سوجي بيفقد النطق، بيسأل نفسه ازاي الشخص ده سحب شاكوش بالحجم ده من الموبايل. كوروكو بيبتسم وبيدرك ان سوجي عنده امكانيات روحية، لان مش اي حد يقدر يشوف السلاح بتاعه اللي بيسميه بان هامر اوف سليلتي. محدش يسألني ايه الاسم ده بس قشطة يعني. كوروكو بيطمن سوجي، بيقول له انه رغم انه شخص حسالة وما يتعاشرش الا انه مش بيفرق في شغله، وهيقوم بعملية تطهير وطرد الارواح لاخته دلوقتي وهي لسه محبوسة جوه الموبايل، لان دي فرصته الوحيدة قبل ما تتحرر وتأذي حد. بنشوف
اكاري وهي بتبص لسوجي بنظرات كلها حزن وتوسل، وكروكو بيستعد بضربته القاضيه وبيقول ان دي هي النهايه. وحاجه من الاتنين يا صديقي، الانمي ده هيطلع عميق واخد الفكره دي عشان يتكلم في مسائل عميقه، لا اما يطلع انمي اهطل يعني ولذيذ. الواد بيهجم عليها بكل ما اوتي من قوه، ولكن سوجو بدافع الحب الاعمى بيرمي نفسه وبيمسك كروكو وبيمنعه بكل قوته. سوجي بيفضل يصرخ فيه وبيترجى انه يقف، بيقول له انه مش مهتم لو كانت شبح، مش مهتم اذا كانت مجرد رقمنه، المهم انها قدامي، انها رجعت تاني. بيفهموا انه ما صدق لقى اخته ومش هيسمح لاي حد انه يدمرها او ياخدها منه تاني. كروكو بيتحول لشخص جاد جدا، بيزعق في سوجي بكلمات بتوجع القلب وبيقول له فوق فوق يا سوجي انشرو، الناس بتموت وما بترجعش يا حبيبي، وانت مش الوحيد اللي بتعاني من الوجع ده، كل الناس اللي بيفقدوا حبايبهم بيتألموا، ولكن اللي نقدر نعمله ان احنا نكمل حياتنا. وفي وسط الخناقه دي الكائن اللي واخد شكل اكاري بيبدا يخرج عن السيطره، بيهرب من محاصره كروكو، وسوجي بيجري وراه هو بيحاول يهديها، يقول لها ان كل حاجه هتبقى بخير. لكن اكاري في اللحظه دي كانت اتحولت تماما يا صديقي، ملامحها بقت باهته وصوتها بقى بيتردد بشكل مرعب، وهي بتقول له انت ضايع من غيري يا اخويا، تعال معايا هنفضل مع بعض للابد. وفجاه بيجي كروكو قدام سوجي علشان ينقذه، والشبح بيضربه ضربه قويه جدا بترميه لبعيد، وبتمسك سوجي ببقها بكل قوه وهو بيتألم، وبتمشي بيه. ساعتها سوجي بيبدا يفتكر كلمات كروكو عن الروابط اللي بتثبت الاشباح، وبيروح بذاكرته لليوم اللي اكاري قالت له فيه انت ضايع من غيري، وبيبدا يفهم الحياه اللي كانت غايبه عنه. بيفهم ان اكاري ما بقتش موجوده لانها عاوزه تعيش، هي موجوده لانه هو مش قادر يسيبها تمشي، هو الرابط اللي شادد روحها للعالم ده، وهي خايفه تسيبه لوحده لانها عارفه انه مش هيعرف يهتم بحياته، مش هيعرف يعمل اي حاجه من غيرها. في اللحظه دي سوجي بيلمح تليفونه وبيرمي نفسه عليه، وبنشوف سوجي وهو بيقف في وسط الحريقه اللي بدات تشتغل في كل مكان. بنشوف هو بيكلم نفسه بحزن وبيقول انه فاهم خلاص، بيفهم ان هو اللي خانق روح اخته ومخليها مش عارفه تروح لمكانها، مش قادر يتخلى عن فكره ان اخته ماتت. سوجي بيقرر في اللحظه دي انه لازم ينهي الوضع، مش عشان نفسه، عشان اخته ترتاح. كروكو بيشوف سوجي وهو بيتحول، بنشوف موبايل سوجي وهو بيبدا يطلع حراره مش طبيعيه. سوجي بيفهم انه لازم يحرق الرابط ده، وبنشوف هو بيصرخ في اكاري وبيقول لها بكل قوه اكاري انت ميته، ما ينفعش تفضلي هنا، انا عارف اني فاشل، انا عارف اني مش هعرف اعيش من غيرك، ولكن حتى دي خلاص انتهت، بس ما تخافيش عليا، انا هبقى كويس لوحدي وهلتزم بكلامك، هبطل اكل سكريات، ههتم باكلي، ههتم بصحتي، مش عشاني، عشانك انت يا اختي. وفجاه بنشوف المعجزه، سوجي بيقدر يرق من قوته الروحيه او يتقدم بكل قوته وبيضرب شبح اكاري بضربه قويه جدا. اكاري بتبدا تبتسم بسلام وهي بتشوف اخوها بقى قوي، بقى قادر على الاعتماد على نفسه، بتبدا تتلاشى تدريجيا وسط النيران، وهي بتنادر على اخوها باخر نبره حب كانت عندها. سوجي بيفضل باصص لمكانها لحد ما اختفت تماما، الدموع مغرقه وشه وهو بيودعها الوداع الاخير، ولكن المره دي بيودعها خلاص. بعد ما الهدوء رجع للمكان بنشوف سوجي وهو واقع على الارض، وفجاه بنروح لشخصيه جديده بتظهر في المكان، شخص شعره اصفر وفي بنت صغيره متشعلقه على كتفه، ومعهم كم شخص تانيين لابسين نفس لبس كروكو، كانوا بيكلموا واحده عليها الهيبه بيلقبوها بمينا. واحده من اللي واقفين اسمها كيومي بتكلم كروكو بعد ما فاق وبتقول له ان مينا هي اللي صحته من غيبوبته. وواحد تاني بيبص لسوجي بيقول له بلهجه فيها خيبه امل انه كان فاكر ان كروكو هيخلص الموضوع بسهوله، لكن سوجي هو اللي اضطر يطرد روح اخته بنفسه. كروكو بيفهمهم ان سوجي ايقظ قدراته الروحيه، وان النيران اللي طلعت منه كانت نيران زرقاء، ودي حاجه نادره جدا ومثيره للاعجاب. وفجاه كلهم بيتصدموا من اللي بيسمعوه، المعلم اللي معاهم بيقول ما ينفعش نسيب شاب بالقدرات دي، وبيبلغ كروكو انهم هياخدوا سوجي معاهم لاكاديميه ميدن، وبيقول كمان ان سوجي في الاكاديميه دي يا اما هيتعلم ازاي يتحكم في قوته يبقى سيد لمصيره، يا اما هينتهي به المطاف ميت هناك. الموضوع كله بقى في ايد سوجي نفسه. وبكده يا صديقي بتنتهي حلقتنا، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ قول لي كل توقعاتك يا صديقي، وقول لي الفكره دي هل تحب ان يجي منها ابعاد قويه ولا هو هيكون انمي تعبان وبس؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.